انا صديقي ده اللي المفروض ان انا احط معاه حدود. اولا انا مش بحكي له على اسرار بيتي. مسألة مش فاهمينها نساعد بعض فيها. ده في المدرسه. طب والنادي؟ احنا كده سالنا كذا سؤال وفلترنا وعرفنا ايه الاسس اللي هنختار عليها اصدقائنا. طيب ماشي، بس ده مش هيخلينا نخرج من دايره ان انا ليا زميل مؤذي. هعمل ايه؟ اقطع علاقتي بيه؟ مش هينفع يمس. اصل ده قريبي فانا بقابله في البيت كتير وبيجي يزورنا، او ده زميلي قاعد معايا في الديسك او قاعد قدامي او قاعد ورايا، فانا مضطر ان انا اتعامل معاه. انا مضطر ان انا اتعامل معاه، بس هو شخص مؤذي وانا مش عارف اعمل ايه علشان خاطر ان انا احدد العلاقه معاه. في السن بتاعكم ده بيبقى عندكم مشكله ان انتوا بالنسبه لكم زي ما نور قال في الاول كده، كل اللي في الفصل صحابي، بس لما ادينا له شويه نقط كده الدنيا اتفلترت وصفصفت على ايه؟ على شخص واحد. طب بالنسبه للي فاتوا دول اقطع علاقتي بيهم بقى؟ دول مش اصحابي، لا، دول اسمهم زمايلي، زملاء دراسه او زملاء نادي او اصدقاء بس بمرتبه اقل. يعني مثلا ايه؟ اصدقاء بتجمعنا اهتمامات محدده. انما صديقي اللي هو البيست فريند ده مثلا سري معاه ما بيطلعش سري بره. احنا بنعين بعض على طاعه، بنطور بعض، بنفيد بعض، لو حد فينا غلط بينصح التاني. تمام؟ ده البيست فريند. تمام. لكن الاصدقاء التانيين ايه حدود تعاملي معاهم؟ المفروض ان انا اتعامل معاهم ازاي؟ هديكوا كذا نقطه وبعد كده نسمع ايه ارائكم. تمام. انا صديقي ده اللي المفروض ان انا احط معاه حدود. اولا انا مش بحكي له على اسرار بيتي. تمام. لان هو مش في نفس منزله البيست فريند بتاعي. انا اكيد البيست فريند ده انا حكيت له على اسرار بيتي لان انا استأمنته. انا عارف ان الشخص ده لو انا حكيت له على مشكله مش هيطلعها بره. تمام. لكن انا مثلا جربت واحده معايا في الفصل، اضطريت ان انا اقول لها على السر، تاني يوم صحيت لقيت الفصل كله عارف. خلاص، دي انا مثلا اعمل عليها كده ايه؟ دي انا مش هحكي لها اسرار تاني. خلاص. طيب في صديق عندي مثلا في الفصل وقت الاذان انا بقيت اقول يلا يا جماعه كلنا نصلي، يلا يا جماعه كلنا كذا، هو بقى يهبط في العيال. خلاص انا الشخص ده مش هشاركه في موضوع الصلاه مثلا. في صديق تاني مثلا زي ما رهف قالت بيغش كتير، مش بيعين على حته ان احنا يبقى عندنا امانه او كده، فانا اكيد مش هلجأ له في نقطه ايه؟ المذاكره او كده، ان هو اكيد مش هيذاكر، ان هو يعني بيتخذ اجراءات اخرى اللي هي الغش. تمام. ممكن صديقي مثلا اللي طلع سر بره ده تبقى عنده نقطه الصلاه كويسه، فانا ممكن اشاركه في نقطه الصلاه. تمام. ممكن عندي صديقي مثلا اللي هو بيتكلم كتير مثلا او بيشتم كتير او بيتفرج على حاجات مثلا فيديوهات تافهه او كده، عنده نقطه تانية كويسه جدا فيه. خلاص انا ممكن اشاركه في النقطه دي. فانا بالتالي بحط قدامي مثلا ال 27 طفل اللي معايا في الفصل، بشوف ال 27 دول ايه نقاط القوه ونقاط النفع اللي انا ممكن اخدها منهم. ما انت الشخص اللي قدامك دايما خد منه المفيد وابعد عن الحاجات اللي هو كويسه الوحشه اللي هو بيعملها. بس هل معنى كده ان انا اكون سلبي؟ لا، انا والله بنصحه. يعني فلانه زي ما رافت قالت مثلا، فلانه بلاش نعمل كذا، هي والله استجابت اهلا وسهلا، ما استجابتش خلاص انا عملت اللي عليا. طيب انا معايا دول في الفصل، اوكي، انا حاسس ان الستة سبعة دول شاطرين في الصلاة فأنا هندمج معاهم في الصلاة، الستة سبعة دول شاطرين في المذاكرة فأنا هذاكر معاهم، الستة سبعة دول شاطرين في الإنجليزي وأنا عندي مشكلة في الإنجليزي فأنا إيه؟ هندمج معاهم. لكن مش إيه، ما تحطش البيض بتاعك كله. أنت مثلا ماما قالت لك روح هات جمع البيض مثلا من عند الفراخ، رحت أنت جمعتهم كلهم في بوكس واحد وأنت ماشي البوكس اتقطع من تحت وقع كله. لا، هو الذكاء إن أنا أخدهم واحدة واحده او اقسمهم في كراتين، ما احطهمش كلهم في مكان واحد بحيث لو وقع كله يقع يتدشدش. لكن لو انا قسمتهم على 5 صناديق، لو صندوقين وقع مش مشكله، انا لسه معايا ايه؟ 3. ده كذلك ما تحطش اسرارك ومعلوماتك وحاجاتك الخصوصيه مع كل الفصل ال 27، فلما يحصل مشكله ال 27 دول كلهم يعادوه. نور ده وحش، بصوا الحقوا نور، كله يقلب على نور. لكن نور يبقى ذكي، الخمسه سته دول انا هشاركهم في موضوع، والخمسه سته دول هشاركهم في موضوع، والخمسه دول في موضوع، والخمسه دول في موضوع. يبقى احنا قلنا ان احنا دايما كل معلوماتنا او امورنا الشخصيه ما تتحطش مع شخص، مع مجموعه او مع شخص واحد. تمام. انا بحاول ان انا استفيد من كذا حد واخد منه الايجابيات وابعد عن السلبيات، بس في نفس الوقت انا بنصحه في السلبيات دي بحيث لو حصل حاجه انا الاقي دايما سبورت من الاشخاص الداعمين ليا. تمام. طيب بعد ما احنا شرحنا دي طريقه التعامل مع الناس اللي منزلتها اقل شويه من البيست فريند، يا ترى يا هل ترى
عندك كم شخص في منزله الاصدقاء، بس مش اللي هم البيست فريند، اللي انا بشارك معاهم حاجات محدده، ومن ضمن الحاجات دي انا ما بشاركش معاهم اسرار بيتي خالص خالص خالص. تمام، دايما اسرار البيت تبقى مع الصديق المقرب، اللي بالمناسبه لازم يكون الصديق المقرب ده ماما عارفه مامته، بابا عارف باباه، انا دخلت بيته، هو دخل بيتي، تربيته زي تربيتي، نشأته زي نشأتي. تمام، ما كنتش جايب حد اقصى اليمين وانا اقصى الشمال وبنحاول نجمع الشمع المغربي، لا، لازم يكون في توافق اجتماعي واسري في الموضوع ده، ولازم لازم لازم تكون ماما وبابا عارفين الشخص ده متعود ان هو بيدخل معانا ومؤتمنين الشخص ده ان هو يكون قاعد معانا. طيب بالنسبه للمنزله الثانيه بتاعت الاصدقاء فقط، نقول بقى كده عندنا كام صديق في المنزله دي؟ رهف، انا قربي شويه مثلا المايك وعلى صوتك. انا مثلا عندي كتير، يعني ممكن يبقوا كتير، تمام، ممكن يبقوا مثلا اقل من 100 علي او صوتك. 100 او اقل من 100. لا مش للدرجات دي يعني يا رهف، لا، انا بقول لك الصديق ده بتشاركيه في الصلاه، بتشاركيه في المذاكره، بتشاركيه في الدروس، بتشاركيه في النادي. تمام، يعني قولي لي الاصدقاء دول عددهم كام، وايه هي الاماكن اللي انتوا بتشاركوا فيها؟ يعني ايه اماكن؟ يعني مثلا عندك كذا صديق في المدرسه، كذا صديق في النادي، كذا صديق في الدروس كده. يعني مثلا عندي يعني مثلا عندي علي صوتك شويه. ممكن يبقى عندي 30 في المدرسة، تمام أو أكثر من 30 برضو ممكن. تمام، أم- علي صوتك شويه. ممكن يبقى عندي في الشارع أو الحديقة يبقى اه عندي. جيراننا يعني. ممكن يبقى عندي مثلا 10. ال10 دول بتشاركيهم في ايه بقى؟ ايه اوجه التشابه اللي ما بينكم؟ يعني حاجات مفيدة مثلا. لا يعني انتوا اصلا يعني ايه الحاجه اللي جمعتكم ببعض؟ نحن دايما بنقعد نلعب مع بعض. تمام ماشي. بس هم فيهم ناس يعني بيكذبوا ممكن تعلي علينا. صوتك شويه؟ بس هم فيهم ناس يعني بيكذبوا علينا ساعات. طب ما انا قلت اهو هم مش في نفس المنزله، فانا هاخد الحلو واسيب الوحش. تمام. مثلا بلعب معاهم وقت لما بكون مثلا أي مثلا رايحة مثلا أدخل التويلت، مثلا ممكن أستمنهم على حاجة بتاعتي. حاجتي. تمام جميل. كده. تمام ممكن شكرا. يبقى خلاص عندي في ناس حاجه. ممكن يبقى عندي ناس تانيين بس في أماكن متفرقة بقى. تمام تمام، شكرا جزيلا. يلا يا نور قولي كده كم صديق في المنزله دي من غير ما نبصي فوق، بصي لي. 3. انا هنا هما 3 برضه 3. لا يا عم مش للدرجه. هما 3. يعني انت الفصل كله مش بتشارك حد في اي حاجه؟ بس هما كانوا اصحابك في اول الفيديو. 3 دول معايا ما كانوا معايا برضه. اصحابك هيقطعوا علاقتك بيه بعد الفيديو. ها، هما 3. انت متاكد يا ابني؟ انا حاسه ان انا خليتك تقطع علاقتك بالناس. ده 3 على ماشي الصلاة تمام. بس انا بقول لك مثلا كمجتمع المدرسه، انت بتتشارك مع اصحابك في ايه؟ ويعني حاجات محدده. كم واحد؟ كمجتمع المدرسة 7 كده. 7، حلو. طب والنادي؟ النادي هو 1. تمام اوكي. الجيران؟ الجيران ما عنديش غير جار 1. تمام حلو. وكل واحد فيهم انت بتشاركوا في حاجه مختلفه عن التاني صح؟ كويس. دي بقى الاصدقاء اللي هي في المنزله الثانيه. شكرا جزيلا يا نور. انا حاسه ان انا عملت لك ايرور وهتقطع علاقتك بالعالم كله دلوقتي. يلا يا حلا قولي لي برضو نفس الطريقه. يعني في المدرسة. ممكن معايا في المدرسة بقية الفصل غير البيست فريند بتاعتي يعني. اللي معايا في التمرين، اللي معايا مثلا جيراني، قرايبي كده يعني. تمام، كل واحد انت بتشاركيه في حاجه صح؟ يعني مثلا قولي لجيرانك مثلا ايه مثلا الحاجه اللي بتشاركوا فيها؟ جيراني نتشارك ان احنا نعلم بعض، مثلا لو حد ما بيعرفش يلعب بعجل فبنساعده ان هو يتعلمه. حلو جميل. في المدرسة ان احنا بنعلم بعض ازاي، يعني مثلا مسألة مش فاهمينها نساعد بعض فيها. ده في المدرسة. طب والنادي؟ والتمرين يعني مثلا ممكن نبقى عايزين نتفق نبقى رايحين حتة ونبقى حد معانا عارف المكان كويس ويبقى بينصحنا في أماكن أحسن. طبعا أكيد طبعا كل حد في المجموعة اللي أنت حكيتي عنها دي عنده سلبيات وإيجابيات صح؟ تمام. ده غير البيست فريند بقى بالنسبة لك أنت متقبلها بسلبياتها بإيجابياتها بابا غنوجة بكله صح؟ تمام يا حلا. يلا يا ماريا قولي لنا كده المجتمعات بتاعتك. بصي أنا عندي جيراننا يعني. هو أنا يعني وقت ما أكون زهقانة أنزل أتكلم معاهم، أنزل أفضفض. استغلهم شوية كده. بهزر معاكي. مش بستغل يعني. بكون يعني وقت ما أكون زهقانة، أصل الناس التانيين بعاد عني ما أقدرش تمام لهم. بس مش معايا رقمهم.
مش بشوفهم كتير، فجيراني دول بقعد انا. ده الحاجه اللي بتجمعكم اللعب. طب والمدرسه؟ المدرسة عندي واحدة بس، أصل كل الفصل وحش قوي. لا مش ما نقولش عليهم مفيش حد حلو. ما نقولش عليهم وحش، او ممكن تكون لسه ما اندمجتيش معاهم قوي. ماشي تمام. هنسكيب المدرسه. اوكي. طيب ايه كمان ممكن تقابلي مثلا اصحابك بقى؟ أصحابي اللي هم مثلا بيبقوا اولاد مثلا اصحاب مامتك. عندي واحدة هي في القاهرة. تمام. بس هي بتكلمني على الموبايل. تمام. بتطمن عليا، هي دي البيست فريند بتاعتي أصلا. تمام. طب والدروس؟ الدروس ما عنديش حد الصراحة. ما عندكيش حد من الدروس؟ تمام. بس أنا عندي حرام عليك، في حد عندي؟ عندي فريدة. فريدة. تمام، حلو جدا. يلا يا عمر، المايك معاك يا باشا. بسم الله. ايوه قول. ماشي، أنا شخصيا عندي 2 best friend، تمام. وعندي مثلا قولي بقى في مجتمع المدرسة. 2 best friend هم لا، ما احنا مش هنقول عليهم بيست فريند، يعني هما البيست فريند بتوعك اصلا في المدرسة. تمام. ما عندكش يعني اصدقاء بقى بتشاركهم في حاجات تانية؟ لا عندي. كم مثلا عددهم؟ يعني مثلا 7 7 من 9. ايه اوجه التشارك ما بينكم وبين بعض؟ تشاركوا في ايه؟ يعني مثلا 2 اللي معايا في المدرسة، البيست فريند برضو 2 اللي معايا في المدرسة، علاقة نادي ومدرسة و80. يعني انتوا اصلا موجودين معاك في كل المجتمعات. تمام، احنا خلصنا الكلام عن البيست فريند. تمام، دلوقتي بنتكلم عن الاصدقاء اللي هننزلهم تحت شويه منزله البيست فريند. ماشي. تمام. ماشي. بتتشاركوا في ايه في المدرسه؟ بنشارك مثلا نقعد في الفسحة نلعب. تمام. طب وفي النادي ليك اصدقاء غير الاثنين بيست فريند؟ تمارين مثلا، لعب أحيانا. تمام. جيران فيه؟ بتعمل ايه مع جيرانك؟ في 2. تمام، هم اتنينات في كل حاجه. يعني في بيست فريند جاري. تمام. والتاني ده جاري يعني هو يعني نص ربع كده بيست فريند. نص ربع. اوكي. طيب، حاجه تانية عايز تقولها؟ ممكن تمارين شوية مع بعض. نقعد ببيت بعض ونقعد مع بعض. تمام كده. حلو. احنا كده لخصنا البيست فريند، لخصنا الدرجه الثانيه بتاعت الاصدقاء. تمام. نتكلم بقى على اخر درجه، هي الزملاء، اللي هو بتجمعنا امور. هنتكلم بقى دلوقتي عن المنزله الثالثه، وهي اللي هي الزملاء بقى، اللي هو ايه، مش هنشاركهم قوي، بالعكس احنا كمان لما هنلاقي عندهم صفات سيئه كتير، وانا عارف ان انا لو اتكلمت معاه هو هيأذيني، انا بنسحب. تمام. بس هل معنى كده اللي هو بيعدي من جنبي ما اقولش السلام عليكم؟ لا طبعا، السلام واجب. اقول السلام عليكم، ازيك يا فلان، صباح الخير، بس ده اخري. يبقى احنا كده عندنا 3 درجات. تمام. البيست فريند اسراري معاهم، مامتي وباباهم عارفينهم، بيعينوني على طاعه، بيتعاملوا معايا كويس، بيدعمني لما اكون محتاج، وكمان لما بيلاقيني غلط بينصحني. تاني حاجه الاصدقاء، باخد منهم المنافع بتاعتهم، السلبيات ببعد عنها، بس بنصحهم عشان انا عارف ان الشخص ده ممكن يتقبل مني النصيحه. والاصدقاء دول عامه بيبقوا موجودين في المجتمعات بتاعتنا، اللي هي ايه، المدرسه والنادي مثلا والدروس، خلاص، او الجيران. بعد كده عندنا الزملاء اللي احنا ممكن نقابلهم مثلا كده طياري كده، جاري كده من بعيد، زميلي في الفصل الثاني، في النادي مثلا، بس هو مثلا في السيشن اللي قبلي او اللي بعدي، في الدرس اتقابلنا كم مره، نزلنا حديقه كده قابلناهم مرتين 3. هم دول زملائي. طبعا انا ما ببقاش عارف الشخص ده، فبالتالي ما اقدرش اقول ده صديقي، ده صاحبي، ده حبيبي حبيبي حبيبي، واروح احكي له بقى ده انا عملته. لا، ما اعملش كده. لازم انا دلوقتي ابقى عارف ايه الحدود، وايه الحاجات اللي انا كشخص استحقها، والشخص اللي قدامي ده يستاهل يعرف عني ايه، لان انا غالي قوي، انا مهم جدا. فمش اي حد يعرف عني اي حاجه، مش اي حد يستاهل قلبي، مش اي حد يستاهل اهتمامي ده انا هصبه مع شخص انا كمان بتبادل معاه المنفعه، مش انا بس اللي بهتم من ناحيتي. انا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، ويبقى صديقك ده عمال يمصك طول الوقت، انت عمال تجيب له هدايا طول الوقت، انت عمال تدعمه طول الوقت، انت اللي بتزوره، بس انت مستفيد ايه؟ ولا حاجه. لا، ده ما ينفعش. لازم الصداقه يكون فيها تبادل، زي ما انا بهتم هو بيهتم، زي ما انا بسال هو بيسال، زي ما انا بدعمه هو بيدعمني، زي ما انا بجيب له هديه هو كمان بيجيب لي هديه، احنا بنهتم ببعض، هو بيزورني انا بزوره. هي دي الصداقه. لكن الصداقه اللي من جهه واحده، انت بتعمل اعرف ان هيجي عليك وقت وانت هتتعب،
احنا كده خلصنا. السيشن كان لطيف جدا بصراحه وجميل قوي.